مركب الشمس او مركب خوفو. هل دي مركب سيدنا نوح؟ هل دي اقدم مركب ابحرت في التاريخ؟ طيب ايه التفاصيل والدلائل؟ لو كانت دي مركب سيدنا نوح او مركب خوفو. طبعا اخر المطاف ما يفوتكش زيارة مركب خوفو. المركب الجنائزية للملك خوفو عمرها اكتر من 4500 سنة. طولها 43 متر، عرضها 6 متر، مصنوعة من خشب الأرز اللبناني، مكونة من 1200 قطعة خشبية. أول مركب في التاريخ، أول مركب موثقة في التاريخ، عشان في ناس بتتضايق وبتزعل لما بقول أول مركب في التاريخ وبيقولوا لي مركب سيدنا نوح هي أول مركب في التاريخ. دي أول مركب موثقة في التاريخ. الخلاصة بقى المنطقية، مركب خوفو لا أبحرت في طوفان ولا أنقذت بشر أو حيوانات، لكنها صنعت لتبحر في عقيدة المصري القديم مش في المية. لو كانت دي مركب نوح ما كانتش هتدفن جنب الهرم، كانت هتتحكي في نصوص على الأقل يعني، ومش هتتحط في حفرة مفككة وتقعد أكتر من 4500 سنة. مفيش طبعا أي دلائل بتدل على إنها نزلت المية. يعتبر أقرب مية للمركب النيل، مفيش آثار لطمي ولا آثار لكسر فيها، يعني مفيش أي دلائل إن المركب دي مركب نوح. دي مركب استخدمت للطقوس الجنائزية ووجدت مفككة داخل حفرة محكمة الغلق، ليس لها علاقة بسيدنا نوح أو قصة سيدنا نوح. لكن هي أقدم مركب في التاريخ موثقة. يعني هل إحنا لقينا مثلا مركب سيدنا نوح؟ ما لقيناش مركب سيدنا نوح. ما فيش دلائل. دي في دلائل، يعني ده دليل انها موجوده من 4500 سنه عن تقارير علميه، عن طريق مثلا كربون المشع عرفنا عمرها الزمني وعرفنا انها مركب خوفو. لكن ما فيش دليل مادي يوثق قصه سيدنا نوح كانت من كام سنه. ربما تكون اقدم من عصر بناة الاهرامات، ربما تكون بعد، الله اعلم، ما نعرفش. لو معانا دليل مادي هنعرف. لكن احنا هنا بنقول اقدم مركب في التاريخ، اقدم مركب موثقه في التاريخ. هات لي مركب اقدم منها، مفيش. هي دي اقدم مركب موثقه في التاريخ، عمرها اكتر من 4500 سنه، من زمن الاسره الرابعه، مركب الملك خوفو. مركب خوفو مش مجرد خشب، ده 4500 سنة بدون تحلل، رسالة من حضارة فهمت الخلود قبلنا بآلاف السنين، اللي خلانا قدرنا ان احنا نحفظ الجثة نفسها والمومياوات. مش هنقدر يعني نحفظ خشب. دي رسالة بس للناس اللي هي بتشكك ان عمر المركب 4500 سنة وانها اقدم مركب في التاريخ. دي الخلاصة، ودي كل التفاصيل اللي كنا حابين نقولها. المركب معمولة من 1200 قطعة خشبية، ما فيهاش ولا مسمار، بحبال بأوتاد. تلاقوها مدفونة في حفرة حجرية محكمة جنوب الهرم، متغطية طبعا بعناية شديدة تمنع دخول الرطوبة عليها. لما فتحوا الحفرة طبعا كأنها اتصنعت امبارح. هي يعتبر مركب رمزية، ان الملك بعد موته بيركب مركب الشمس وبيسافر للإله رع. بس في آراء تانية بتقول ان هي مش رمزية، واستخدمت فعلا في حياة الملك، وبعد كده اتفكت واتدفنت جنب الهرم. واضح ان المجدف عملاق، طوله تقريبا 6 متر. طب ليه المركب ما اتحللتش؟ يعني من 4500 سنة تقريبا، وليه ما اتحللتش؟
المركب مصنوعة من خشب الأرز اللبناني، هو مقاوم طبيعيا للحشرات. في زيوت في الخشب ده بتمنع التعفن، ويعتبر أصلب من الأخشاب المحلية. يعني الخشب نفسه أصلا مهيأ للبقاء، غير بقى طريقة الحفظ اللي هو الدفن العبقري بتاع المركب. الحفرة كانت مقفولة بإحكام شديد، مفيش هواء ولا مية ولا حشرات ولا بكتيريا. التحلل محتاج أكسجين ورطوبة. يعني الغرفة طبعا اللي اتدفن فيها المركب ما كانش فيها لا رطوبة ولا هواء ولا أي حاجة، كانت محكمة جدا، يعني محكمة الغلق جدا. وقعدوا حوالي 10 سنين عشان يرمموها ويتم عرضها. المراكب الشمس هي لقوها هنا في الجزء الجنوبي من الهرم، معمولة يعني على شكل مستطيل، يعني على شكل المركب. يعني لقوا المركب على الحال ده كده مفككة، والأربطة طبعا عشان نجمع المركب المفككة دي محتاجين نموذج عشان نجمع المركب دي تاني. بس قعدنا 10 سنين نجمع في المركب دي عشان تبقى بالشكل ده. وبعدين بقى ليها متحف جنب الهرم، وبعدين تم نقلها سنة 2019 للمتحف المصري الكبير. لقوا مركب تانية، بس المركب التانية الحفرة بتاعتها اتسرب ليها مية. طبعا المية عملت رطوبة وحصل يعني بقت القطع بتاعت المركب التانية يعني في حالة سيئة جدا، وبيحاولوا ان هم يجمعوها ويرموها في نفس القاعة. عند مركب خوفو اللي هناك في مركب تانية بيتم تجميعها دلوقتي، بس هي زي ما قلنا اتوجدت في حالة صعبة جدا طبعا، عشان الرطوبة، في مية دخلت في الحفرة بتاعتها وطالتها الرطوبة طبعا، والخشب موجود بتاعها اللي موجود بطريقة يعني متبهدلة جدا طبعا. ده مكان اللي هيتحط فيه مركب خوفو الثانية. في تحت اهو اجزاء من الخشب بتاعها اللي تم ترميمه او استخلاصه، وفي اجزاء اهي تقريبا لسه ما تركبتش، وهيتم تركيبها وتبقى جنب مركب خوفو الثانية اللي هناك. عند قاعة العرض بتاعت مركب الملك خوفو، ده المدخل، عند المدخل في العظمة دي.